فخر فخر فخر، عايز ايه؟ عايز ايه؟ انا خايف قوي يا فخر، المكان هنا مرعب قوي. خايف من ايه؟ مكان اللي مرعب ده مكتب يا ابني، مكتب من ايكيا. بتخاف من ايكيا؟ ولا قبل ما الراجل يخش حاجتين، نهدى ونسترجل. وانا مش هادي لا، ولا راجل دلوقتي. انت مش راجل اصلا، مش دلوقتي بس يا اخي. بتخلينا تنرفز عليك يا اخي. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مولانا. يا نهار اسود، ده شكله يخوف قوي يا فخر. ايه؟ ده لابس طاقية صوف. في ايه؟ ما هي في طاقية عادي زي لابس طاقية يا فخر، انا خايف خايف. اسكت اسكت اسكت. معلش يا عم الدجال، احنا كنا جايين لك بس عشان عارف انتوا جايين عشان اختكم لابسها عفريت وعايزين نطلعه، صح؟ الله اكبر. هاي. طب يعني مصلحتنا دي مقضيه بامر الله والعفريت ده هيطلع؟ مقضية ان شاء الله، بس الاول لازم نعرف اسم العفريت. وانا بالنسبة لي عملت اتصالات بالعالم التاني، عالم الجن، وعرفت اسمه. طب واسمه ايه لا مؤاخذه؟ خالد. خالد؟ العفريت اسمه خالد؟ ايوه. خالد على طول كده يعني؟ مفيش عفركوش خالد او برتكوش خالد؟ يا ابني عفركوش وبرتكوش ده في الفانوس السحري اللي هو عمري يا مصطفى. صح، عندك حق، بس لا مؤاخذه يعني خالد ده احنا هنخرجه من اختنا ولا هنخرج معاه ولا ايه؟ مش هينفع يخرج من اختكم. مش هينفع يخرج من اختنا؟ ايوه. امال داخل عامل لنا فيها اندونيسي وايوه والسلام عليكم. لا 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 يا فخر، لا ما تتجننش يا فخر. بس يلا انا بعرف اتعامل مع الناس دي. اسكت خالص. معاك بتاع يلا. قول لصاحبك يسكت بدل ما اسخطه حاجه وحشه. شايف؟ ابوس ايدك يا عم الدجال. خلاص بقى، مش كل شويه. انا لما عملت اتصالات عرفت ان خالد اللي لابسها ده بيحبها. طيب في سكه مع خالد؟ ليه سكه طبعا، بس للاسف مش هينفع يخرج لكم، انتوا اللي هتخشوا له. هنخش له في اختنا؟ لا طبعا. اسمع يا ابني انت وهو، عشان اختكم تخف لازم تروحوا لخالد ده، تروحوا له العالم بتاعه، عالم الجن. لما تروحوا له هناك برضوه. لا لا لا، مش هعمل الكلام ده. انسى يا فخر خالص. اسمع، طب نسمع. ده انا قاعد هنا خايف منه هو شخصيا. نسمع. عايز نروح عالم الجن؟ انا مش هروح. انا كمان اتلبشت. مش هنروح. ايوه ما انا بقول لك مش هنروح، وانا بقول لك نمشي دلوقتي. بقول لك ايه يا عم الدجال، احنا مش هنروح عالم الجن ده لا لخالد ولا لغير خالد. طب والسحاوي والفلوس ما هيموتكم لو ما جبتوهاش.